السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في احسن حال. النهارده هنعمل مع بعض كيكه البرتقال. طعمها خطير، هشه بتدوب في البق كده. عايزه اقولك يعني حاجه كده روعه. من سهولتها هتعمليها على طول. طريقه التحضير بتاعتها سهله جدا، مكوناتها بسيطه خالص، وكمان مش هتاخد منك وقت خالص في التحضير. شايفين الكيكه فظيعه. يلا نسمي الله ونقول بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين. وما تنسوش يا بنات اللايك علشان الفيديوهات توصل لاكبر عدد، لان عدم التفاعل على الفيديو بلايك او تعليق بيضيع المشاهدات خالص. تمام؟ فانتوا ادعموني كده بلايك. اللايك يا جماعة مش بفلوس، حطوا لايك للفيديو. هنا كده انا جبت الكبة بتاعتي او الخلاط المتوفر عندك استخدميه. حطيت حبتين اتنين من البيض، وكوباية من السكر. اي نوع سكر عندك استخدميه، حتى لو السكر اللي هو بتاع التموين العادي خالص مفيش اي مشكلة. الكيكة بتاعتنا يا بنات النهاردة اصلا لونها اصفر كده بسبب البرتقال. تمام؟ يعني لون السكر مش هيبان اساسا. هنا برضو البيض بتاعنا لازم يكون بحرارة المطبخ، يعني نكون مطلعينه من التلاجة قبلها بنص ساعة. تمام كده؟ عايزه اقول لكم ده كده نص كوبايه من الزيت، والزيت بتاعك لازم يكون ريحته كده كويسه، ما يكونش مخزون وريحته مش لطيفه. تمام؟ هجيب كمان رشه كده من الفانيليا او معلقه صغيره من الفانيليا السايله. ممكن تستغني كمان عن الفانيليا خالص، ما تحطيهاش، لان طعم البرتقال مش بيكون محتاج اصلا فانيليا. تمام؟ بس انا حطيتها علشان في ناس هتقولي ازاي ما حطيتيش فانيليا والكلام ده كله. بس والله ساعات لما بعمل الكيكة بالبرتقال مش بحط فانيليا خالص، وخصوصا كمان ان كمية البيض شوية، يعني 2 بيضة مش كتير. تمام؟ هنا كده دي برتقانة بسرة، بشيل الجزء اللي هو فوق ده، واي كده جزء في القشرة مش عاجبني بشيله، وبشيل الجزء اللي تحت، وبقطع البرتقانة بحالها. هتقطعيها بحالها؟ ايوه هقطعها بحالها، وهنقطعها كده قطع صغيرة ونحطها في الكبة او في الخلاط مع المكونات بتاعتنا. وما تخافيش خالص نهائي، ما تقوليش بقى دي هتمرر والكلام ده كله، لا جربي وارجعي اكتبي لي في الكومنتات. وبأمانة طعمها خطير، فيهاش اي مرارة خالص. بصوا بقى البرتقانة دي بصرة. طب لو انتي مستخدمة برتقان من اللي هو بيكون فيه بذر اللي هو البلدي، بتطلعي البذر منه علشان البذر بيكون فيه مرارة مش لطيفة. تمام؟ وبعد كده برضو بتقطعيه قطع وبتفرميه مع المكونات عادي خالص. هنستخدم الكبة او الخلاط مفيش اي مشكلة. اهم حاجة هنضرب الخليط بتاعنا ده دقيقتين 3 لحد لما كل المكونات تندمج مع بعضها او تختلط مع بعضها كويس جدا، وكمان لونها يفتح كده ويعمل رغوة كتيرة فوق وش المكونات. تمام؟ هنجيب بقى طبق، وبعد كده مصفى ونصفي الخليط بتاعنا ده بعد ما نضربه كويس جدا. شايفين لونه فتح ازاي؟ ده خطوة مهمة جدا ان لون الخليط بتاعنا يفتح معانا. تمام؟ عايزة اقول لكم لازم تصفيه. ليه؟ لان انتي مش ضامنه مثلا يعني انا مش ضامنه اللي تستخدم الطريقه دي تكون البرتقانه بتاعتها طريه ولا ناشفه ولا ايه بالظبط. يعني ممكن واحده تكون عندها برتقان بقاله اسبوع عندها وناشف وتستخدمه في الوصفه، وتطلع تقول مثلا لا الطريقه مش حلوه. ليه؟ عشان هي البرتقان مثلا لو هو ناشف الالياف بتاعته كلها مش هتتفرم كويس وهتفضل برضو ناشفة معاكي. فانتي الافضل ان انتي تصفيه، يكون كده الخليط بتاعك مفهوش اي الياف ناشفة خالص. تمام؟ بعد كده جبنا بقى كوبايتين من الدقيق بتاع متعدد الاستخدامات، حطيت عليه رشة بسيطة من الملح، حاجة كده لا تذكر، ومعلقة كبيرة من معالق الأكل مليانة من البيكنج باودر. سواء بقى أي نوع. أنا استخدمت كيس من اللي هو 20 جرام، حطيته كله. في نوع كده اسمه كيك شيف ماستر وزنه 20 جرام، استخدمته كله. تمام؟
قلبته كده مع الدقيق وبنزل على الخليط بتاعنا. في نقطة مهمة جدا عايزة اقول لكم عليها، معيار الدقيق مهم جدا. انا استخدمت كوبايتين من الدقيق، بس الدقيق بيختلف من نوع لنوع. يعني مثلا ايه النوع ممكن اللي انت تستخدميه يشرب مقدار السوائل بتاعة البرتقانة والخليط اللي احنا عملناه كله، ويكون قوام الكيكة بتاعتك مظبوط 100%. تمام. وفي دقيق تاني ممكن تستخدميه، تيجي تحطي الكوبايتين الدقيق، تبص تلاقي انت مثلا حطيتي كوباية ونص من الدقيق و لسه محطتيش بقية كمية الدقيق والخليط بقى تقيل معاكي. طب هتعملي ايه؟ هتظبطيها بمثلا ربع كوباية من المية. تمام. يبقى انت لو استخدمتي نوع دقيق ولقيتيه بيشرب السوائل ولسه ما كملتيش كوبايتين الدقيق، حطي ربع كوباية من المية معاكي. المهم ان انت قوام الكيك يبقى معاكي بالقوام اللي انت شايفاه ده، مهم جدا جدا قوام الكيك يا بنات. تمام. يبقى انت تظبطي كده القوام. لو لقيتي الخليط بتاعك محتاج مثلا معلقتين 3 او ربع كوباية من المية، تحطيها في الاخر. ده لو احتاج. تمام. لان نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع. بعد ما قلبنا كل المكونات مع بعضها، جبت معلقتين من الخل وقلبتهم مع الخليط بتاعي تقلبتين كده كمان في الاخر خالص، في اخر حاجة خالص في الكيكة. تمام. حطيت معلقتين من الخل، بس المقطع ده ما ظهرش في الفيديو. تمام. هنا كده جبت اصغر صينية عندي في الطقم المستطيل او المدور، اصغر صينية دهنتها بدهنة من الزيت وعفرتها بالدقيق، ويعني نفضت اي دقيق زيادة، وحطيت بقى الخليط بتاعي في قلب الصينية، وخبطت الصينية بتاعتي كده على الرخامة 3-4 مرات عشان اي هوا زيادة يخرج منها. بعد كده كنت مولعة الفرن بتاعي قبلها ب5 دقايق بس، متولعهوش يعني قبلها مدة طويلة علشان الكيكة بتاعتك تبقى مظبوطة. تمام. 5 دقايق بس كده، ودخلت الصينية بتاعتي على الشبكة في الرف الأوسط، ودرجة الحرارة بتكون 180، بتاخد تقريبا 40-45 دقيقة وبتكون مستوية، وزي ما انتوا شايفين كده هشة وتحفة معانا، بتدوب كده. عايزة اقولك مش هتشبعي خالص منها، وطريقتها سهلة جدا جدا. وبعد ما بتأكد ان هي استوت كده بخلة او بحرف السكينة، بعد ما بنتأكد ان الكيكة بتاعتنا استوت، بنطفي الفرن وبنسيبها جوه الفرن 10 دقايق. بعد كده لما تهدى خالص بنقطعها. وعايزه اقول لكم بقى هي خدت اللون العسل ده كده من الفرن، ما شغلتش الشوايه اصلا. ولو هي احتاجت معاكي تاخد لون كده تحت الشوايه دقيقه في الاخر خالص بعد ما تستوي، مفيش مشكله، ولعلها الشوايه. تمام. عايزه اقول برضو لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش اللايك يا بنات علشان الفيديو يوصل لاكبر عدد، واعملوا لي كده مشاركه مع اصدقائكم للفيديو، وكمان اعملوا كده سبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. وما تنسوش تكتبوا لي كومنت او حتى تحطوا لي قلب في التعليقات علشان يدعمني بتشجيعكم ليا. مع السلامه.